حكومة سورية تفرج عن الطفلين ينال وقيس بعد أحداث السويداء، واللي بيعرف واللي بيعرفش بيقول كف عدس. قصتهم يا صديقي بالمختصر المفيد إنهم هذول الاثنين حرامية وسراقين من صغرهم، فكانوا محبوسين بالسجن وقت قبل سقوط النظام. وقت ما سقط النظام هربوا مع الهريبة، رجعوا صاروا يسرقوا. قام مين اللي سلمهم؟ اللي سلمهم زوج امهم للامن الجنائي، وقاعدين متوصين فيهم الشباب اللي هم اصلا من السويدة وقاعدين كانوا عم بيحققوا مع هالطفلين، وكاينين يضربوهم عشان يعترفوا عن سرقات، ما هم ما تركوا شيء الا سرقوا. هدول اصنص الاجرام الصغار، مشروع زعماء عصابة على كبر. فصارت الأحداث وقصفت إسرائيل المبنى، فإجت الحكومة أخذت كل شيء مساجين وكانوا معهم. فوقت ما وصلوا على الشام تصوروا طلعت الحكومة خاطفتهم من حضن أمهم، اللي هو حضن أمهم الأمن الجنائي، ما هم والحبس، لأنهم هم قضين حياتهم الصغيرة بالحبس. فبلش يقول طب مين اللي اعتقلهم؟ زوج أمهم أخذهم، واللي اعتقلهم شباب السويدة، واللي حقق معهم شباب السويد. بس لأنه دمشق أخذتهم صاروا ضد الطفولة، ما علينا. شيخ حكمت بس هربت صهرك وبنتك من أشرفية صحنايا وبعتت الشباب لتقاتل، دمهم برقبتك. ليش؟ لأنه لا صهرك فيه نخوة، ولا بنتك فيها نخوة، ولا أنت فيك نخوة. يا قواد يا شيخ حكمت يا ابن القوادة، عم بتاجر كنت دم الشباب تبعتهم لينقتلوا على الطريق عشان صحنايا، وانت عم بتهرب صهرك. طب ليش ما قاتل صهرك يا زلمي يا ابن الزلمي يا ابن العايبة؟ ليش ما قاتل بصحنايا يا عايب يا ابن العايبة؟